بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ومرحبا بكم البنات فيديو جديد في القناة. إذا كنت أول مرة تشاهدي قناتي نتمنى تكوني من المشتركات في القناة. وإذا عجبكم الفيديو إن شاء الله يعجبكم وديروا لي جيم للفيديو. اليوم هذا الفيديو مخصص للمبتدئات في الكروشيه. راح نخدم معاكم صدر كروشيه خطوة بخطوة للمبتدئات، وكما راكم تشوفوا راني عندي هنايا الباترون نتاع صدر سهل جدا. فقط اذا كنت تتقني غرزة العمود بلفة وغرزة الحلقة والمنزلقة، هادو 3 غرز فقط راح تخدمي صدر بإذن الله تعالى. بالنسبة للخيط راح نحتاج خيط الحرير. هذا الخيط البنات يدير 5000 ولا 6000 في بعض المناطق، عبارة على خيط الحرير. هذا هو راح نخدمه على فتلتين، يعني راح نجيب هذه الكبة هكذا، نجيب هذا الخيط ونزيد نجيب الكبة الثانية ونخدموه هكذا على فتلتين، يعني على زوج، باش يجيني الصدر تاعنا يجي واقف ومليح. بالنسبة للإبرة أنا دائما نحب نخدم بهذه الإبرة البنات، ولفت بها اللي هي رقم 15 0.85 مليمتر، ولفت نخدم بها البنات خيط الحرير. انتي اخدمي بالإبرة اللي تساعدك. اذا راح نمشي معاكم خطوة بخطوة في هذا الباترون، واللي حبت الصورة ان شاء الله هنحاول نشاركها معاكم في المنتدى نتاع القناة. وكذلك حبيت نعتذر من الاخوات اللي ما رانيش نجاوب عليهم في الصفحة، اللي عندها اي تساؤل البنات تكتبها لي في التعليقات في الفيديوهات ولا في المنتدى افضل، لانه ما رانيش ندخل الصفحة يعني قليل وندخل لها، فما نشوفش يعني رسائلكم. المهم هذا هو الصدر تاعنا البنات. شوفوا راهم كاتبين لهنا عدد الاسطر نتاع الصدر، فيه من سطر واحد لغاية السطر 11، وهذه يعني حاجة زيادة فقط، يعني هذا السطر راح يكون اختياري. هذا الصدر تحبوا ديروه نصف طوق فقط هكذا، يعني فقط للجهة الأمامية، كما تحبوا ديروه دائري، يعني من الأمام ومن الخلف. سهل جدا. أول حاجة راح نبداو بها البنات هي السلسلة، عبارة على حلقات كما راكم تشوفوا هنا، فقط حلقات. راح نخدموه مع بعضنا. بالنسبة لعدد الحلقات راح يختلف من كل وحدة تقيس على يعني الزبونة نتاعها، ولا تقيس على روحها عدد السلاسل. انا راح ندير معاكم الحجم المتوسط، وراح نخدم ونوريكم يعني شحال من حلقة خدمت فيه. اذا نبداو على بركة الله. اذا اول حاجة نبداو بها هي عقدة البداية بهذا الشكل، عفوا عقدة البداية. ومن بعد نخدمو السلسلة عبارة على حلقات، ونحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ونواصلوا على حساب دوران الرقبة اللي حابينها وعلى حساب فتحة الرقبة اللي حابينه. قبل ما نكمل البنات عدد السلاسل واش راح ندير؟ راح نحي الابره نتاعي، راح ندخلها في اول حلقه هكذا، ومن بعد نواصل نخدم عادي، ندخل في الحلقه هذه اللي نخدم فيها. علاش؟ لانه من بعد راح نغلق اخر حلقه مع اول حلقه، فباش نتفادى انه السلسله نتاعي تدور ولا الحلقات يدوروا لي، راح ندخل الابره في اول غرزه. بهذا الشكل راح تدخلي اخر غرزه مع اول غرزه بكل سهوله، وما رايحاش السلسله نتاعك تدور، لانه راح تكون طويله راح تدور معاك وتحصلي فيها. فهذه الطريقه تدخلي الابره في اول غرزه ومن بعد تكملي العمل تاعك راح تجيك اسهل. اذا هنا خدمت 10، شوفوا نكمل عادي 11 12 13 14 هكذا 15 16 17 18 19 20. وشوفوا يعني الحلقات يكونوا على الوجه. اذا راح نكمل البنات
ونرجع نقول لكم شحال السلسله اللي درتها. اذا هنا كملت خدمت 300 حلقه كما راكم تشوفوا. 300 حلقه نظن راح تكون للقياس يعني المتوسط. يعني ما تخافوش اذا جات واسعه، تقدروا من بعد ديروا حاشيه هنا. شوفوا راح نخدموا هنا هادو الفراغات، يعني دخلوا الحاشيه هنا وتزيروها شويه، راح تجيكم تنقصوا من الفتحه نتاعو، يعني ما تخافوش. وهنا شوفوا لانه دخلت الاول غرزه مع اخر غرزه هنا، راح تجيني سهله جدا انه نعمل منزلقه. فراح ندخل اخر غرزه هنا بمنزلقه مع اول غرزه، وهكذا نتاكد انه الجهتين راح تكون يعني السلسله مقابله لنا، لانه راح نخدموا لازم الحلقات يكونوا مقابلين لكم. اذا بعد ما كملنا السلسله هذه كما راكم تشوفوا هنا، السطر الاول عباره على اعمده وفراغات. هذا رانا هنا راح نخدموا هذا السطر. اذا راح نخدموا هذا السطر الاول، لانه السلسله هذه راح نعتبرها فقط سلسله. الان نروحوا للسطر الاول. واش راح نديروا؟ راح نرتفع 3 حلقات، 1 2 3، نعتبرهم فقط عمود، ثم نديروا حلقتين 1 2 بمثابة الفراغ. راح نتخطى الآن غرزة من السلسلة اللي كنا خدمناهم، أو غرزتين. أنا راح نتخطى هنا غرزتين 1 2، وفي الثالثة راح ندير عمود بلفة هكذا. نزيد ندير 1 2 حلقتان، نتخطى حلقتان من السلسلة، واللي بعدها ندير عمود بلفة. هذا هو السطر الأول هكذا. نزيد حلقتين ونتخطى غرزتين من السلسلة، واللي بعدها ندير عمود، ثم حلقتين 1 2، نتخطى غرزتين واللي بعدها عمود. هكذا نواصلوا كامل العمل بهذا الشكل. نكمل باقي السلسلة ونرجع لكم. كملت البنات كامل السلسلة كما راكم تشوفوا. الآن راح نغلقوها مع البداية. راح نعمل حلقتين 1 2، وراح نروحوا لثالث حلقة 1 2 3، ونغلق بمنزلقة. فقط البنات تأكدوا انه يعني كامل المربعات هذو يجوا صحاح، ما تجيش مقلوبة السلسلة تاعكم. حطوها بالعقل هكذا وشوفوا يعني الوجه نتاع المربعات نتاعكم، لانه هادو السطرين مهمين في العمل. اذا كانوا صحاح باقي العمل تاعك راح يكون صحيح. الان نروحوا للسطر الموالي اللي هو هذا السطر رقم 2. كما راكم تشوفوا فيه 4 أعمدة في المربع، ثم راح نديروا عمود 2 3 4، ونكرر في باقي العمل. كيفاش راح ندير؟ راح نرتفع 3 حلقات 1 2 3، وداخل المربع هذا راح ندير عمودين 1 2، وفوق العمود ندير عمود. هكذا عملت 4 مربعات. ثم نعمل حلقتين في العمود اللي بعده، نشتغل عمود بلفة هكذا، ثم حلقتين، ثم عمود في العمود اللي بعده، حلقتين، عمود فوق العمود الموالي، ثم حلقتين، ثم عمود في العمود هذا. يعني اشتغلنا 4 أعمدة، ثم 4 أعمدة في المربع، ثم 4 أعمدة فوق كل عمود عمود، 1 2 3 4. بعدها ندير حلقتين ونكرر نفس العمل. نجي عند العمود هذا ندير فيه عمود، وفي الفراغ عمودين، 1
2 ثم عمود فوق العمود حتى نتحصل على 4 أعمدة. راح نكرر هذا السطر. الآن ندير حلقتين، وفي ال4 أعمدة الموالية راح نشتغل فوق كل عمود عمود. إذا هذا أول عمود ندير فيه عمود بلفة، ثم حلقتين، عفوا ندير هنا عاود حلقتين، 1 2. هذا أول عمود راح ندير فيه عمود بلفة، حلقتين، ثم العمود الثاني ندير فيه عمود بلفة، حلقتين، ثم العمود الثالث، حلقتين، ثم العمود الرابع، وهكذا 4 أعمدة فوق كل عمود عمود، ثم حلقتين، 1 2، هكذا. ثم نجي هنا ندير عمود هنا، عمودين في الفراغ وعمود هنا، 1 عمودين في الفراغ، 1 2، ثم عمود فوق العمود. نفس العمل راح نكرره في باقي السطر. وهذا الشيء يعني الجميل في هذا السطر انه سهل، يعني فقط تكرار نفس العمل في كل سطر هكذا. اذا راح نكمل البنات ونعاود نرجع لكم. إذا الأخوات راني كملت هذا السطر الثاني، قلنا عبارة على 4 أعمدة ثم 4 أعمدة هنا، شوف 1 2 3 4. الآن السطر اللي بعده راح يكون نفسه، فوق ال4 أعمدة نديرو 4 أعمدة، وفوق هذا كل عمود عمود نديرو عمود بلفة، وطبعا الفراغ الحلقتين دائما، يعني راح نكرر نفس السطر الثاني. هذا بالنسبة للسطر الثالث. شوف هذا السطر الثاني. الآن السطر الثالث قلنا نفس العمل، تكرار نفس العمل. دوك نوريكم كيفاش نعمله. إذا بعد ما كملت السطر الثاني راح نعمل حلقتين، راح نغلق بمنزلقة في ثالث حلقة من حلقات الارتفاع. كما قلت لكم السطر الثالث هو نفس السطر هذا. إذا راح نرتفع 3 حلقات ونروح للعمود الموالي. نبعد لكم باش تبان. العمود هذا الثاني ندير فيه عمود بلفة، العمود الثالث أيضا عمود بلفة، العمود الرابع عمود بلفة، ثم حلقتين، ونروح الآن ل4 أعمدة هذو، كل عمود ندير فيه عمود عمود، حلقتين، عمود، حلقتين، عمود، حلقتين، عمود، هكذا فوق كل عمود عمود، ثم حلقتين، 1 2، ونروح ل4 أعمدة هذو، كل عمود عمود بلفة، أول عمود، ثاني عمود، ثالث عمود، ورابع عمود، وهكذا حلقتين مرة أخرى دائما، ونروحوا نشتغلوا فوق كل عمود من الأعمدة ال4 هذو عمود بلفة، عمود، حلقتان، عمود في اللي بعده، حلقتين، عمود في اللي بعده، حلقتان وعمود في اللي بعده، هكذا حلقتين، ثم فوق 4 أعمدة 4 أعمدة. حبيت نعاود لكم فقط باش نزيد نأكد معكم الطريقة. هنا عمود فوق العمود الثالث، وعمود فوق العمود الرابع،
راح نحط لكم البنات الصورة باش يعني تبعوا معايا خطوة بخطوة. هذا هو تكرار السطر الثاني، راح يكون نفسه السطر الثالث. كملوه البنات بنفس الطريقة ونعاود نرجع لكم. وصلت لنهاية السطر الثالث، وراح نعمل في النهاية حلقتين ونغلق بمنزلقة في ثالث حلقة من حلقات الارتفاع. كملنا السطر الثالث، نروحوا للباترون البنات كما راكم تشوفوا. هذا هو السطر الثالث. السطر الرابع واش راح نديروا فيه البنات؟ هنا مش راح نوري لكم هذه باش تفهموا اكثر، انه هذه البدايه مش راح تفهموا فيها. شوفوا راح نعملوا في الاربع اعمده هذو، شوفوا كاينه اكس و اكس اللي هي غرزه حشو. كما راكم تشوفوا غرزه حشو، حلقتين وغرزه حشو. نزومي لكم، هذه هي. شوفوا في الاربع اعمده عندنا حشو، حلقتين وحشو، ثم 3 حلقات. راح نخلو هذا الفراغ واللي بعده نديرو 3 اعمده، ثم في كل فراغ نديرو عمود عمود عمود، وكذلك هنا في الاربع اعمده هنا نديرو عمود، ثم هنا عندي عمود عمود عمود، دائما حلقتين في الفراغ، ثم نعملو 3 اعمده ونكرر، نمشو ونكرر. هذه الطريقه راح باش تخلي لي هنا يكون عندي هذا الهرم، وهنا راح تكون عندي غرزه الصدفه هذه. دونك اذا عندك الصوره نتاع الباترون تبعيني، واذا ما عندكش هيا دوك نخدموا معاكم خطوه بخطوه. اذا اول حاجه واش راح ندير هنا البنات؟ راح نرتفع حلقه بمثابه غرزه الحشو، ثم نعمل حلقتين للفراغ، ثم نجي للعمود الثالث هذا وندير غرزه الحشو بهذا الشكل. بعدها واش نعمل؟ 3 حلقات، 1 2 3، ورايحه نخلي هذا المربع، والمربع اللي بعده راح ندير فيه 3 اعمده. هنا ندخل فيه وندير 3 اعمده، 1 2 3 هكذا، ثم حلقتين بهذا الشكل، ثم الفراغ الموالي راح ندير فيه عمود بلفه، حلقتين، ثم عمود بلفه في الفراغ الموالي، حلقتين، ثم عمود بلفه في الفراغ الموالي، حلقتين. هنا عندي 3 اعمده، وصلت عند الاربع اعمده هذو. راح نعمل في العمود هذا الثالث راح ندير فيه عمود بلفه بهذا الشكل، ثم حلقتين، عمود بلفه في الفراغ الاول هذا اللي بعد يعني الاربع اعمده مباشره هكذا. نتمنى تكونوا فاهمين الطريقه. ثم حلقتين، عمود في الفراغ الموالي، ثم حلقتين، عمود في الفراغ اللي بعده هكذا، ثم راح نعمل حلقتين في الفراغ هذا. ما قبل يعني قبل ما نوصلوا للاربع اعمده هذو راح يكون عندنا فراغين، نجي عند الفراغ هذا وندير فيه 3 اعمده، 1 2 3 هكذا، 3 اعمده، ثم 3 حلقات. راح نخلو هذا الفراغ وراح نجي للعمود الثاني نعمل فيه غرزة حشو، ثم حلقتين وغرزة حشو في العمود الثالث هكذا، ثم نعمل 3 حلقات، 1 2 3. نفس الشيء اللي عملته في الجهة هذه راح نكرره هنا. راح نخلي هذا الفراغ واللي بعده راح نعمل فيه 3 أعمدة، 1 2 3 هكذا، 3 أعمدة كما راكم
تشوفوا. الان واش راح نديرو مهم يكونوا عندكم 7 اعمده، يعني من غرزه الحشو هذه حلقتين غرزه حشو لازم يكون عندك 7 اعمده. بعد ما عملنا 3 هنايا ندير حلقتين في الفراغ هذا، راح ندير عمود الاول 1، حلقتين، العمود الثاني في الفراغ، حلقتين، العمود الثالث في الفراغ هذا، حلقتين، العمود الرابع قلنا نعملوه في العمود الثالث من الأعمدة الأربعة هذو، حلقتين، العمود الخامس في الفراغ هذا، حلقتين، العمود السادس في الفراغ الموالي، حلقتين، العمود السابع في الفراغ الموالي. هكذا عملنا 7 أعمدة. حلقتين. الآن نجو للفراغ هذا ونعملو 3 أعمدة، 1 2 3، ثم 3 حلقات غرزة حشو راح نعملوها في ثاني عمود، ثم حلقتين وغرزة حشو في ثالث عمود. هكذا حاولت نبسط لكم يعني الشكل. شوفوا هنا راح يكون عندك 3 أعمدة ثم 7 فراغات ثم 3 أعمدة. ها بين 3 أعمدة و3 أعمدة كاين 7 أعمدة كما في الباترون هنا. شوف ها راهم هنا، شوفوا 3 أعمدة ثم 1 2 3 4 5 6 7 أعمدة، ها دايرينهم في الفراغات ثم 3 أعمدة، ومن بعد نديرو حشو حلقتان حشو. هذا هو السطر باش تكونوا فاهمين الفكرة نتاعو، ونواصلوا بنفس الطريقة في باقي السطر. بعد ما نعملوا حشو حلقتان وحشو راح نكرروا نفس الشيء، راح نديروا 3 حلقات 1 2 3. هذا الفراغ نخلوه اللي بعده نديروا 3 أعمدة، 1 2 3 حلقتين، وكما قلنا نبداو نخدموا 7 أعمدة في الفراغات. العمود الأول، حلقتين، العمود الثاني، حلقتين، العمود الثالث، حلقتين، العمود الرابع راح نديره هنا في العمود الثالث، حلقتين، العمود الخامس، حلقتين، العمود السادس، حلقتين، العمود السابع. هكذا بعد 7 أعمدة نعمل حلقتين ونجي في الفراغ هذا وندير 3 أعمدة، 1 2 3. خلاص عملنا كما قلت لكم بين 3 أعمدة و3 أعمدة راح يكون عندنا 7 أعمدة. ثم نعمل 1 2 3 حلقات غرزة حشو في ثاني عمود، حلقتين غرزة حشو في ثالث عمود. راح نواصل البنات بنفس الطريقة كما راكم تشوفوا. هنا راح يكون عندي هرم، وهنا راح تكون عندي في هذا الغرزة الحشو هذو بيناتهم راح تكون عندي صدفة، يعني راح نطلعوا صدفة هنا، وهنا راح يكون عندي هرم. راح نكمل هذا السطر ونعاود نرجع لكم. وصلت لنهاية السطر كما راكم تشوفوا. راح نغلقوه الآن. راح نخدم 3 حلقات، 1 2 3، وراح نروح للحلقة اللي ارتفعتها ونعمل فيها منزلقة، وهكذا نكون كملنا هذا السطر كما راكم تشوفوا. الآن راح نروح للسطر الموالي، حنزومي لكم هكذا باش تبان أكثر. إذا هنا كملنا السطر رقم 4 كما راكم تشوفوا.
راح نجي هنا في الوسط نتاع الحلقتين هذو نديرو فيها عمودين. شوفوا هنا في المكان نديرو عمودين، 3 حلقات عمودين ثم 5 حلقات، نديرو 3 أعمدة بعد ال3 أعمدة اللي عملناهم، ثم هنا في كل فراغ نديرو عمود، وقبل ما نديرو قبل يعني 3 أعمدة هذوك نديرو 3 أعمدة ثم 5 حلقات، ثم نديرو هذه الصدفة هنا في وسط الحلقتين ونكرروا هذا السطر. دوك نخدم معاكم خطوة بخطوة باش تفهموا مليح، واللي عندها هذا الباترون تتبع معنا. اذا واش راح نديرو؟ راح ندخل في فراغ الحلقتين اللي عملناهم بمنزلقة ونرتفعوا 3 حلقات راح يكونوا بمثابة العمود بلفة. في نفس الفراغ راح نزيد ندير عمود، ثم راح نعمل 3 حلقات، 1 2 3، وداخل نفس الفراغ راح ندير عمودين، 1 2، وهكذا نكونوا عملنا صدفة هنا بين غرزتي الحشو. نعملوا 5 حلقات، 1 2 3 4 5، ثم نجي في الفراغ او المربع اللي بعد الثلاثة هذو ونديروا 3 أعمدة، 1 2 3، عفوا راح نعاود هنايا 2 3، 3 أعمدة في هذا الفراغ. هذا هو. بعدها راح نعمل حلقتين، نروح للفراغ الموالي ندير فيه عمود بلفة، حلقتين ثم عمود في الفراغ اللي بعده، حلقتين، عمود في الفراغ الموالي، حلقتين ثم عمود هنا، حلقتين، عمود في هذا الفراغ، حلقتين وعمود أيضا هنا، ثم حلقتين. الآن الفراغ هذا اللي قبل الثلاث أعمدة هذو راح نديرو 3 أعمدة فيه، العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. شوفوا إذن هذا هو الشكل اللي راح تحصلوا عليه. راح يكونوا عندي هنا 6 أعمدة بين ال3 أعمدة و3 أعمدة. راح نبقاو نكرروا في نفس العمل في كامل السطر. نواصلوا الآن. راح ندير 4 حلقات، 1 2 3، ونكمل الرابعة. مهم راح نجو هنا في الفراغ هذا تاع الحلقتين ونشتغلوا الصدفة. نكمل أول الحلقة الرابعة نسيتها، ومن بعد نجي هنا للفراغ هذا وندير فيه عمودين، 1 2، ثم 3 حلقات، ثم عمودين في نفس الفراغ هكذا. هذه هي الصدفة، وراح نكرر الآن نفس العمل اللي خدمناه من الصدفة للصدفة، نزيدو نكملوه في الجهة الأخرى. إذا نديروا 4 حلقات، 1 2 3 4، نروحوا للمربع هذا اللي بعد ال3 أعمدة ونديروا فيه 3 أعمدة، 1 2، عفوا 3، ثم راح نشتغلوا في كل فراغ عمود، نديروا حلقتين، في كل فراغ نديروا فيه عمود. إذا هذا العمود الأول راح يكون عندنا 6 أعمدة، حلقتان عمود، حلقتان ثم عمود، ثم حلقتان عمود، حلقتان ثم عمود، حلقتان وعمود هنا. إذا نكون تحصلنا على 6 أعمدة، ثم حلقتان، نجو للفراغ هذا ونديروا فيه 3 أعمدة، 1 2 3، ثم نشتغلوا 4 حلقات. نفس الشيء هنا وصلنا لفراغ تاع الحشو ونديروا صدفة.
يعني فراغ الحلقتين هذا نديرو فيه عمودين 3 حلقات ثم عمودين في نفس الفراغ ونتحصلوا على صدفة. طبعا إذا كنتي تخدمي معايا في نفس الوقت رايحة تحفظي الطريقة، يعني تكرريها مرة زوج يعني صاي. دوك نكمل السطر ونرجع لكم. إذا كملت كررت نفس العمل. في نهاية العمل راح نديرو 4 حلقات، راح نغلق بمنزلقة في ثالث حلقة من حلقات الارتفاع اللي بديناها، وهنا نكون كملنا هذا السطر واللي هو السطر رقم 5. الآن نروح للسطر رقم 6 وراح يكون يعني سهل جدا، فقط راح نشتغلوا داخل الصدفة ونديروا سلاسل، وهنايا في الهرم راح يكون كذلك نفس الشيء 3 أعمدة ونشتغلوا أعمدة في الفراغات. ودوك كي نخدم نزيد نشرح لكم أكثر الطريقة من خلال الباترون، تقدروا تتبعوا فقط سطر بسطر. إذا أول حاجة راح نعمل منزلقة في ثاني عمود ثم ندخل للفراغ بمنزلقة، نرتفع 3 حلقات بمثابة العمود بلفة ونزيد عمودين داخل نفس الفراغ. هكذا يعني خدمت 3 أعمدة ثم نعمل 3 حلقات 1 2 3 ونزيد 3 أعمدة داخل نفس الفراغ 1 2 3. وهنا نكون تحصلنا على هذه الصدفة داخل الصدفة. نعمل الآن 5 حلقات 1 2 3 4 5 كما عملنا في السابق. راح نخلو هذو 3 أعمدة نروحوا للفراغ اللي بعدهم ونديروا 3 أعمدة كما قلت لكم في السابق باش نتحصلوا على شكل الهرم، لازم نتبعوا هذه الطريقة. ثم نعمل حلقتين وداخل كل فراغ راح نديروا عمود بلفة بنفس الطريقة اللي درناها في السطر السابق. إذا نجي عند الفراغ هذا وندير عمود، حلقتان، عمود في الفراغ اللي بعده، حلقتان، عمود في الفراغ اللي بعده، حلقتان وعمود في الفراغ الموالي، حلقتان وعمود في الفراغ هذا. تحصلنا على 5 أعمدة ثم حلقتان، وفي الفراغ الأخير هذا راح نديرو فيه 3 أعمدة 1 2 3 بهذا الشكل. بعدها راح نواصلو نديرو 5 حلقات، نروحو مباشرة للصدفة هذه ونشتغلوا فيها صدفة فيها 3 أعمدة 1 2 3 3 حلقات ثم 3 أعمدة داخل نفس الصدفة، وكأنه رانا نكبروا في الصدفة. دوك تشوفوا من خلال كل سطر راح تكبر معنا الصدفة وتبان. شوفوا ديجا راه الشكل بدا يبان شوية، شوفوا يعني كملوا فقط معايا البنات وراح تشوفوا الشكل كيفاش يبان. يعني ما شاء الله. قلت لكم هنا عندي 5 أعمدة، العدد الأعمدة راه بدا يتناقص، بدينا ب7 ثم ولا 6 والآن 5. نفس الشيء نكملوا بنفس الحساب 5 حلقات، نروحوا للفراغ هذا اللي بعد 3 أعمدة ونديروا 3 أعمدة 1 2 3 ثم حلقتان وعمود داخل كل فراغ من الفراغات هذو، حلقتان، عمود في الفراغ اللي بعده، حلقتان، عمود في الفراغ الموالي، حلقتان، عمود في اللي بعده، حلقتان، عمود في الفراغ هذا، ثم حلقتان، وفي آخر فراغ راح ندير 3 أعمدة 1 2
3. تكرار فقط لنفس البداية. بعدها نواصل بنفس الشكل 5 حلقات، 1 2 3 4 5، وداخل الصدفة راح نديرو صدفة 3 أعمدة، 1 2 3، ثم 3 حلقات، 1 2 3، و3 أعمدة داخل نفس الفراغ. فقط هذه هي التكرار اللي رايحين نواصلوه حتى نهاية السطر. إذا أخواتي راح نواصلوا بنفس الحساب لهذا السطر رقم 6. يعني بديت معاكم من السطر الأول لغاية السطر رقم 6، راح نكملوا البنات كامل حتى النهاية، نكرر نفس الطريقة ونفس الحساب. تقريبا أنا وصلنا لنص السطر، راح نكمل السطر ونرجع لكم. إذا هنا راني وصلت لنهاية السطر البنات. آخر شيء راح نعملوه هو 5 حلقات، 1 2 3 4 5. راح نغلق بمنزلقة في ثالث حلقة من حلقات الارتفاع. بهذا الشكل نكون كملنا السطر رقم 6. وكما قلت لكم هذا تقريبا نصف السطر، يعني كما راكم شفتوا سهل جدا. فقط التصوير اللي عطلني، يعني لو كان ماشي نصور، لو كان كملته تقريبا في نصف ساعة تكملوه. سهل جدا، ما يديش وقت. كما قلت لكم هو عبارة فقط على غرزة الحلقات والعمود. اذا احنا توقفنا عند السطر رقم 6 البنات، باش ما يجيش الفيديو طويل اللي جاراه طويل. راح نخلي الجزء الثاني ونكمل معاكم باقي الأسطر. اذا انتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامة.